صباح الخير. هنعمل بقى النهارده وصفة لمحبي القهوة ولغير محبي القهوة، كله هيحبها الحقيقة. أنا نفسي بعشقها. هي سهلة، هتعملوها في 10 دقايق، مش مكلفة، يعني بيضة واحدة وشوية مكونات بسيطة كده هتعملوا 40 قطعة. يلا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة جبت معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان اللي هي النسكافيه، ودوبتها في معلقة مية سخنة وشلتها على جنب. وبعد كده في بولة حطيت نص كوباية سكر بودرة وعليها ربع كوباية زبدة، دي زبدة بدرجة حرارة الغرفة، وعليها ربع كوباية زيت. يعني انا حطيت ربع زبدة وربع زيت، ممكن تستخدموا كله زبدة، يعني نص كوباية زبدة او نص كوباية سمنة او نص كوباية زيت، مفيش مشكلة المتوفر. قلبت بقى كويس، وبعد كده بقى حطيت القهوة اللي انا كنت مدوباها وقلبت كويس، وبعد كده حطيت بيضة وفانيليا وقلبت بقى كويس. وبعد كده هحط معلقتين كبار من الكاكاو الخام، يستحسن طبعا يكون نوع الكاكاو كويس. قلبت بقى كويس كل المكونات، وبعد كده بقى نزلت بالدقيق شويه بشويه لغايه ما القوام ظبط معايا. انا استخدمت كوبايه ونص دقيق، ممكن تستخدموا انتوا اكتر او اقل حسب بقى نوع الدقيق بتاعكم. وحطيت برضو بيكنج باودر، يعني حاجه بسيطه كده، حوالي نص معلقه صغيره كده ممسوحه. استخدمت بقى الاسباتيولا عشان العجينه كانت تقلت. قلبت بقى كويس، وده كده القوام المظبوط بتاع العجينه، يبقى بالشكل ده. هشكلها بقى، عملت كده كوره صغيره صغيره، يعني اصغر من الليمونه الصغيره، وعملتها كده على شكل بيضاوي بالشكل ده. بياخد يعني حاجه بسيطه، يعني مقدار كده نص معلقه صغيره، ما تكبروهاش يعني. بعد كده بقى بعمل شق كده في النص بالسكينه او بالسباتيولا، اي حاجه عشان تديني شكل حبات البن او القهوه. دخلتها بقى الفرن على الرف اللي في النص، وهديت الفرن شويه وسبتها قاعد حوالي ربع ساعه، بس طبعا حسب الفرن بتاعكم، فانتوا هتتابعوها هتلاقوها كده فكت، بس طبعا هي بتطلع من الفرن طريه شويه وبتمسك نفسها بره لما بتبرد. تجنن الحقيقه، وبتدوب كده في البق، والطعم بقى وهم. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتنا. وان شاء الله اشوفكم بوصفة جديدة. بألف هنا وشفا، مع السلامة.